في الفيديو ده نتعلم ازاي نلزق الصور المربعة على المج الاسطواني بالشكل ده. بصوا، لو صورة بقى عادية خالص هي صورة واحدة، فبعمل ايه؟ عادي بمشي بقى على خط مستقيم، محتاجة بقى تركيز قوي ليه. بمشي على طرف الصورة لان هيبان لو انا دخلت مثلا جوه على الحتة الملونة دي، هيبان ان الخط مش مظبوط، هو تبقى شكلها وحش قوي. يبقى احنا كده خدنا الكتابة لوحدها، وخدنا لو صورة مربعة، ولو صورة زي اللي هي اسنانك دي فيها تنايات كده برضو بنحاول ندخل فيها، ولو صورة زي صورة البنوتة هنا برضو اللي كان فيها كولاج كده، برضو كان فيها حركات حاولنا ندخل برضو فيها تبقى اشيك. فتقريبا كده عدينا على كل الحاجات اللي ممكن تقابلكم من صور. يعني بصوا انا عامله الصوره دي، المفروض في العادي بعملها في المج ده 9 في 9، بس انا عاملاها هنا 9، والعرض بتاعها كبير لانها كانت عريضه والناس فيها كتير، فما حبيتش اخليهم مضغوطين، فسبتها بالعرض بتاعها. وده تعرفوه في الفوتوشوب حاجه اسمها الكونسترين، يا اما بخليه يا اما بلغيه. فانا خليته بصراحه عشان الصوره ما تنضغطش وتبقى شكلها وحش، والناس يبقوا متبططين كده ومطولين يعني. فهتلاقوا الصوره مثلا بقت 9 في 11 بدل ما كانت تبقى مربعه 9 في 9. فمش مهم مش مهم قوي العرض، طبعا المفروض ما يزيدش عن قطر المج كله، بس لو زاد شويه الصوره زادت شويه والتانيه كملت عادي. حبيت بس اوريكم النقطه دي. هبتدي برضو امسك وبالسباتولا كده من النص لبره، اشيل الهواء بعد ما ظبطت مكانها في وسط في المج بالشكل المناسب. طبعا اللي فوق يبقى حته قد اللي تحت، تقريبا حوالي نص سنتي، وامسكها كده عشان متتحركش. لو اتحركت مني طبعا بظبطها، ببلها ميه وبعدين اظبطها تاني عشان ما تتقطعش برضو. يعني لحد كبير قوي المعامله الكويسه معاها ما بتقطعهاش، بس طبعا لو معامله عنيفه شويه لا ممكن تتقطع. نبتدي بقى نشوفها في انعكاس الضوء كده عشان نشوف لو في اي ميه او كرمشه، نحاول نظبطها. لحد كبير كويس، نمشي عليها تاني. كويس، ظريفة جدا. نبتدي بقى نحط الناحية التانية في الصورة التانية، نبلها. لا مش هنشرب ميتها، هنبلها وننساها. لسه كده تمام. بصوا دي احسن طريقة اعمل بيها، ان انا بمسكها من ناحية وبشد بالجنب كده لحد كبير قوي، ما بتعملش بابلز، يعني ما بتتلخبطش معايا، وبعدين ابتدي اظبطها. ساعات انا كنت بعمل طرق تانية في المجات التانية، بس دي احسن طريقة، هي دي اللي انتوا تشتغلوا بيها. المسافة من هنا لهنا بعيدة شوية، فتحتاج تتزق تاني. يعني طبعا نحاول ان احنا نظبط المكان قبل ما نشيل المية والهواء من جواها عشان ما تتعبناش وتبتدي تدخل تاني. بس يعني خلاص المهم انها نظبطها، حتى لو هتتعبنا شوية. بقى الخطوة ان احنا نحط مية وبعدين نحط
الورقة البيضة تحت، ونسحب الورقة البيضة شوية بشوية ونظبط ورقة الديكال، وبعدين نبتدي نفضي المية والهواء بالسباتيولا وبالمنديل ونكون ماسكينها، وبعدين هنسيبها تنشف زي ما اتفقنا ساعة على الأقل. أنا غالبا خلاص هدخل أنام بقى واسيبهم ينشفوا، وبعدين إن شاء الله الصبح ابتدي أحطهم في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعديها هسيبها تبرد خالص وافتح تاني على درجة حرارة 200 لمدة برضو ربع ساعة، وبعد كده اسيبها تبرد خالص واطلعها. اتفقنا؟ عشان تتحرق كويس وما تطلعش ان شاء الله خالص. بس طبعا ما بنستخدمش السلكة، ما بنستخدمش ديش ووشر او اللي غسالة الاطباق. ده بقى شكل المج اهو. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فاضل اخر واحد.